حجم ربع الفرخه اهو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في الله، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب دايما تكونوا في خير وسعاده. وحشتوني جدا جدا جدا. انا عارف ان انتوا زهقتوا من الفيديوهات اللي هي بتعمل بالذكاء الاصطناعي، ولكن انا الفتره اللي فاتت دي كنت بمر بظروف لا يعلم بها الله عز وجل. فدعواتكم ان ربنا سبحانه وتعالى يفرج همي، وان ربنا سبحانه وتعالى يفك كربي، وان ربنا سبحانه وتعالى يشفيني شفاء لا يغادر سقما، بحق عطف الله وبحق رضوان الله عز وجل. هجرب النهارده مطعم الشيخ للمشويات. انا جبت من عنده ايه؟ جبت من عنده شوربه لسان عصفور، ودي سعرها 20 جنيه. هتتفاجئ، يعني في حاجات كتير جدا هتتفاجئ من اسعارها. علبه الطحينه الكبيره دي ب 10 جنيه، ورغيفين عيش ب 6 جنيه، ووجبه ربع فراخ مع رز اما بالشعريه او رز بسمتي على حسب ما انت بتختار. فانا قلت له انا عايز رز البسمتي. ربع الفرخه عامل 95 جنيه. بيجي معاها طبعا سلطه وطحينه، وبيبقى ربع الفرخه ده بيبقى ورك، وبيجي لك معاه رغيف واحد عيش. استاذنك تدعم اخوك عن طريق عمل اشتراك في القناه، وعن طريق تفعيل زر الجرس، وعن طريق تعمل لايك وتصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. اول حاجه هجربها معانا في الحلقه، هجرب شوربه لسان عصفور من مطعم الشيخ بسعر 20 جنيه. هو طبعا هنا مقفلها كويس. الاوردر يا جماعه ما تاخرش عليا بالمناسبه. جايب لي كده ليمونه، بس الليمونه هنا يا جماعه تحس ان هي ايه، يعني بعافيه شويه. في حاله لو لسه ما انضمتش عيلتنا التانيه، استاذنك تنضم عيلتنا التانيه عن طريق عمل اشتراك، وعن طريق عمل لايك، وتصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم مشكورين. حاطين كيس لسان عصفور كده في قلب العلبه، عشان برضو ما تتبهدلش من الطيار ولا حاجه. يعني دول ب 20 جنيه، انا موافق جدا. انا هدوقها قبل ما اعصر عليها الليمونه. عايز ادوق الشوربه كده لوحدها. نقول بسم الله وندوق. يا سلام. الشوربه الشوربه طعمها حلو جدا، والتوابل بتاعتها مظبوطه. شكل كده اللسان العصفور اهو. نقول بسم الله وندوق. يعني على المزاج، دي عايزه عصره ليمونه. يعني بس يعني استاذنكم يا جماعه تهتموا بالليمون اللي طالع للناس. نقلب كده. نقول بسم الله وندوق. بالنسبه لشوربه لسان عصفور من مطعم الشيخ بسعر 20 جنيه، فايه الجمال وايه الحلاوه دي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. الشوربه جايه سخنه، والشوربه نفسها رايقه وخفيفه، والملح بتاعها مظبوط، ما فيهوش شطه. حبايه اللسان العصفور الجايه الحبه بحبايتها، فما شاء الله لا قوه الا بالله. فالمشكله بس الصغيره ان الليمونه جايه تعبانه شويه، ولكن كاجمالي وكمجمل انا بديها 10 من 10 بره او بعيدا عن الليمون. ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا يا جماعه شوربه لسان عصفور عجبتني جدا والله العظيم. مهما هقول فيها يا جماعه 20 جنيه حلال بتدفع والله. هجرب تاني حاجه معانا من الشيخ. هجرب طحينه من مطعم الشيخ بسعر 10 جنيه. هتيجي تقول لي يا عبد الله، يعني انت عامل فيديو مخصوص عشان تقيم الطحينه؟ اقول لك لان في مطاعم مشويات كتير للاسف الشديد ما بتعرفش تظبط الطحينه. فانا دوري هنا ان انا اقول لحضرتك ان الطحينه دي حلوه، والطحينه دي مثلا قوامها تقيل، الطحينه هنا قوامها خفيف، الطحينه هنا مغشوشه، الطحينه هنا معموله بعيش بمبلول، الطحينه هنا معموله بسمسم. ده دوري هنا يا صديقي العزيز. هجرب طحينه من مطعم الشيخ للمشويات بسعر 10 جنيه. استاذنك تدعم اخوك عن طريق عمل اشتراك، وعن طريق عمل لايك، وتصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد دلوقتي من اخواتنا يجي يقول لك ايه، يعني انت يا عبد الله عامل فيديو عشان تقيم فيه الطحينه؟ اقول لك علشان للاسف الشديد مؤخرا في مطاعم دون ذكر اسماء بتعمل الطحينه من العيش المبلول يا صديقي العزيز. يعني كميه الطحينه دي بسعر 10 جنيه، انا بالنسبه لي موافق جدا والله. نقول بسم الله وندوق. بالنسبه لعلبه طحينه من مطعم الشيخ للمشويات بسعر 10 جنيه، فايه الجمال وايه الحلاوه دي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. الطحينه هنا يا جماعه معموله بسمسم، حاجه بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، مش بعيش مبلول. السمسم نفسه نظيف اللي مستخدمينه. القوام بتاع الطحينه كريمي جميل بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بس في ملحوظتين. الملحوظه رقم واحد ان في شطه باينه
وانت بتاكلها، وفي لذعه ليمون قويه. فانا كاجمالي بديها 9 من 10. هجرب سلطه من مطعم مشويات الشيخ، ودي جايه مع الوجبه بتاعت الفراخ الجميله بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بس انا حابب ادوق السلطه لوحدها. ادعم اخوك عن طريق عمل لايك وعن طريق عمل اشتراك وتصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناخد كده معلقه. السلطه بتاعتهم يعني بتحتوي على جزر وطماطم وخيار وبقدونس. نقول بسم الله وندوق. بالنسبه لعلبه سلطه من مطعم الشيخ، ف بالنسبه للطماطم والجزر والخيار، فيا جماعه نضاف جدا. لان في مطاعم ما بتهتمش بنظافه الخضار، يعني لا مثلا حته مقطوعه اللي هو شقلب واجري. بس انا في حاجه ضايقتني، ان ميه السلطه هنا مشطشطه وجامد. هتقول لي يا عبد الله بس انت بتحب الشطه. هقول لك انا النهارده تعبان، يعني سبحان الله النهارده صدفه النهارده فعلا زوري النهارده تعبان، ويمكن عشان كده انا طلبت شوربه لسان عصفور والله. أه بديها كام من 10؟ بديها 9 من 10، تنقص درجه علشان خاطر ان هي جايه مشطشطه. في ناس يا جدعان بتتضايق من الشطه. هجرب اخر حاجه معانا في الحلقه، هجرب وجبه فراخ زائد رز بسمتي من مطعم الشيخ بسعر 95 جنيه. هو بيجي لحضرتك بالشكل ده. ده طبعا هنا الفراخ ورغيف عيش والرز. للامانه الكول سنتر قال لي انت عايزه رز بالشعريه ابيض بالشعريه ولا رز بسمتي؟ قلت له عايز رز بسمتي، وعلبه طحينه وعلبه سلطه. فانا شايف ان هم يعني كتر خيرهم. في حاله لو لسه ما انضمتش عيلتنا الثانيه، استاذنك تنضم لعيلتنا الثانيه عن طريق عمل متابعه وتصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. لا جايب لك رغيف عيش حلو قوي بجد والله يا جماعه. الرغيف نفسه تقيل. ربع الفرخه اهو، وحاطط لك تحت منه فرشه رز. حجم ربع الفرخه اهو. ريحه الشوي رهيبه، بتكلم بجد والله. بص بقى، انا بالنسبه لي الفراخ دي نظيفه جدا 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 جدا. بص القلب بتاعها عامل ازاي، نظيف، ما فيهوش دم، ما فيهوش ريحه زفاره. نمسك كده برضو اهو، نضيف. نقول بسم الله وندوق. طعمها حلو قوي يا جماعه. نديها كده ايه بالطحينه، نقول بسم الله وندوق. يا عيني على الدلع والله العظيم يا جماعه مش مجامله. بس الفراخ هنا نظيفه جدا 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 جدا. القلب بتاعها نظيف، التتبيله واصله لغايه جوه. انت مستمتع جدا 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 وانت بتاكل، ما فيهاش ريحه زفاره. بسم الله ما شاء الله الا بالله. فتقييمي لربع فراخ من مطعم الشيخ يا جماعه 10 من 10 و10 نجمات وختم الجوده وختم الاستمتاع. وزي ما انت عايز تقول قول، جربوا وعلى ضمانتي. المكان ده يا جماعه انا مش من اول، يعني انا مش اول مره اكل من عنده والله. بجد يا جماعه الفراخ عنده طعمها رهيب بسم الله ما شاء الله الا بالله، ومش متشطه او ما فيهاش شطه خالص والله. هجرب اخر حاجه معانا من مطعم الشيخ. هجرب طبق رز بسمتي من مطعم الشيخ للمشويات. ومبدئيا الرز يا جماعه متفلفل. بص الحبايه بسم الله ما شاء الله الا بالله عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله الا بالله. استاذنك لو لسه ما انضمتش لعيلتنا الثانيه، استاذنك تنضم لعيلتنا الثانيه عن طريق عمل اشتراك وعن طريق عمل لايك وتصلي على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. نقول بسم الله وندوق. ناخد كده معلقه طحينه وننزل كده على الرز الجميل ده. نقول بسم الله. يعني على الدلع ويعني على المزاج، وزي ما انت عايز تقول قول. بص بقى، الرز ده متبهر صح. الرز ده متبهر صح جدا. والرز ده يا جماعه متفلفل الحبايه بحبايته. بص الحبايه بحبايته بسم الله ما شاء الله الا بالله. التوابل بتاعته مظبوطه. فعشان كده بديله 10 من 10 و10 نجمات وختم الجوده وختم الاستمتاع. والله العظيم انا بقيم من وجهه نظري انا الشخصيه، وما ينفعش ان انا اشوف ان في حاجه حلوه وما اديهاش 10 من 10. فلا لا 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 هتنبسط قوي.
جات لي فكره دلوقتي ان انا اعمل اختراع سندوتش مركب الشيخ. هعمل النهارده اختراع سندوتش مركب الشيخ. ده مكوناته ايه يا عم عبد الله؟ رقم واحد يا صديقي العزيز، هتنزل كده برز بسمتي، وهتنزل كده يا صديقي العزيز بسلطه، وهننزل كده بالطحينه، وهننزل كده ايه بحته فراخ وعصره ليمونه كده من فوق، ودلع الروح. قبل ما تروح نقول بسم الله وناكل الرز البسمتي مع السلطه مع الطحينه مع حته الفراخ الجميله اللي بتدوب في البق دوبان مع عصره الليمون. تقييمي ليها 1000 على 10. وزي ما انت عايز تقول قول، ودلع نفسك من غير ما تكلف نفسك، ودلع الروح قبل ما تروح. حاجه بسم الله ما شاء الله، الا بالله. انا النهارده كنت مبسوط جدا 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 بهذه الحلقه الجميله الاكثر من رائعه، وبشكركم على دعمكم الجميل. واحنا بفضل الله عز وجل تخطينا حاجز ال 7000 اخ واخت اللي هو بين قوسين مشترك على يوتيوب. ويا رب عقبال ال 7 مليون اخ واخت باذن الله تعالى بالخير. ملخصا بقى للحلقه الجميله بتاعت تجربه مطعم الشيخ، ان انا اجيب اوردر شامل خدمه التوصيل ب 155 جنيه، والمفروض ان هو كان هيوصل لي في خلال ساعه. هو جالي اقل من ساعه بحبه حلوين، ودي نقطه كويسه جدا جدا جدا. الدليفري يا جماعه محترم جدا. التوصيل يعني الحاجه جايه سخنه مش جايه بارده، حاجه بسم الله ما شاء الله بالله. شوربه اللسان العصفور انا بالنسبه لي ولا غلطه، يعني ب 20 جنيه الكميه الجميله دي، فلا اللسان العصفور نفسه الحبايه بحبايتها، فمش هقول لك اكتر من كده. التوابل بتاعت الشوربه نفسها مظبوطه، حاجه بسم الله ما شاء الله بالله. انا تعقيبي بس على الليمونه. الليمونه يا جماعه اللي جايه مش حلوه، فيعني مش عيب ان احنا برضو يعني يعني نذكر بعض، وان احنا ننبه بعض. بالنسبه لي طبق طحينه بسعر 10 جنيه، والله العظيم يا جماعه طعمها لذيذ جدا وطعمها حلو قوي قوي. بس كل ما في الموضوع ان انا لاحظت ان لزقه الليمون هنا فيها قويه سنه وفيها سنه شطه، ولكن كمجمل هي لذيذه. يعني الطحينه دي لو كانت جات لي في وقت انا مش مريض فيه، اقسم بالله كنت اديتها 10 من 10. بالنسبه بقى لطبق الرز الجميل ده، فيا جماعه ايه الجمال وايه الحلاوه دي؟ والله العظيم انا من كتر الحلاوه بتاعت الرز انا بمسك كده الرز بفلفله. يعني الرز يا جماعه متبهر صح، آه مش معجن، حاجه بسم الله ما شاء الله الا بالله. الفراخ يا جماعه اللي بيبقى عليها جدل كبير، اقسم بالله يا جماعه الفراخ نفسها نظيفه اهو. يلا يا عم بص، يعني انا اهو نظيفه، وحاجه بسم الله ما شاء الله الا بالله. يعني حاجه في غايه الروعه، حاجه في غايه الجمال. بالنسبه للسلطه حلوه ونظيفه، ولكن الميه بتاعتها مشطشطه، فخد بالك. مجملا انا النهارده انبسطت جدا بالحلقه دي. اخواتي وحبايبي في الله، انا حابب اشكركم على دعمكم الجميل. في حياتي لو لسه ما انضمتوش لعيلتنا تانية، استاذنك تنضم لعيلتنا تانية عن طريق عمل اشتراك في القناه، وتصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعمل لايك، وتعمل شير للفيديو. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم دائما في رعايه الله وامنه وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقبل ما اقفل انا عايزك تعمل الاختراع الحلو اللي هو سندوتش مركب الشيخ ده، رهيب 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 رهيب. والسلام عليكم.